بنت كانت بتحب شاب، والشاب ده كان جاي يتجوزها، انا جاي اتجوزك انا جاي اتجوزك انا جاي اتجوزك انا جاي اتجوزك. كلم مامتها وهي طمنت لما كلم مامتها واعتقدت ان هو نواياه حسنه، فحصل اللي حصل. انا مش هقول غير كده، طبعا انتوا فاهمين، وهقف بعديها واحطها ما بين قوسين. ثم ابتدى يتهرب منها كتير 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 كتير، ثم قال لها ان انا عندي مشاكل واهلي ومش هينفع وكذا ومش عارفه ايه. المهم ان هم في الاخر توصلوا ان هو ممكن يتجوز. المشكله بقى انه هي راحت للاب والاب رفض هذا الشاب مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، والاب رافض ولا وانت تاخدي واحد احسن منه وانت تاخدي وانت مش عارفه ايه وكذا. فرجعنا تاني ليه نتجوز في السر. فهي بتقول لي انه انت دايما وابدا بتقولي رضا الام ورضا الاب ورضا مش عارفه ايه ورضا الاهل وكذا، وانا عندي مصيبه من الناحيه الثانيه. اعمل ايه؟ كلمت عدد كبير جدا من علماء الدين في القصه دي والدكاتره النفسيين يعني كان عملت لي مثلا حوالي 13 14 مكالمه عشان ما بقاش بطلع افتي. فبعد الرجوع الى يا الازهر يا الكنيسه، يعني يا ده يا ده، بعد ما حضرتك لازم تروحي تستشيري علماء الدين، انا مش هطلع افتي. ولكن انا بعتقد انه رضا الرب دلوقتي في الحاله دي اهم من رضا الام والاب. احنا في كارثه، وده اعتقادي وليس راي او نصيحه او مشوره. مشورتي ليكي ان حضرتك لازم تتجهي الى احد من علماء الدين يقول لك المصيبه دي تتحل ازاي. نرجع لاهل العلم هم يقولوا لنا، لكن في اعتقادي الشخصي في قلبي انه في الحاله دي بس رضا الرب هنا اهم من رضا امي وابويا. بعدين احاول بقى بعد كده الم امي وابويا. طب طالعين نقول بقى اعملوا كده عادي، وبعدين نشوف لا مش طالعين كده عادي، لانه اذا كان الراجل ده راجل محترم وقال لك نتجوز ففي غيره كتير هيقول لك انا ماليش دعوه ماليش فيه. ومش انا. ليه بقى بقول القصه دي؟ بقول القصه دي عشان عارفه دلوقتي ان احنا عندنا شريحه كبيره جدا من ال زي ما بيقولوا البنات اللي في سن المراهقه او تحت سن 20 سنه بتتفرج عليه. صدقيني والله مفيش راجل او شاب يستاهل اني اضحي بيه عشانه. مفيش الا بكتب الكتاب والحلال. بكلم بقى دلوقتي الابهات والامهات، لان المشكله دي ليها علاقه بمشاكل تانية بتيجي في البرنامج. انا اتخنقت من اخويا، انا اخويا بيضربني، انا امي وابويا سايبين اخويا يضربني، انا ابويا بيضربني، انا ابويا قال لي ما في مالكيش تعليم، انا ههرب، انا هسيب البيت. انا مش عايزه اسلط الضوء على المشاكل دي عندنا في البرنامج، لانه انا متاكده ان مش دي الاغلبيه، انا متاكده ان دي فئه قليله، لكن للاسف الفئه القليله دي بقت بتابع البرنامج هي بس كتير. اللي بقول لك افتحيه على البحري، انا بكلم الامهات دلوقتي، ما بقولكيش افتحيه على البحري، لان انا ام وبناتي صغيرين وكاتمه على نفسهم حقيقي، بس كاتمه على نفسهم بالعقل. فانا بطلب من كل ام والنبي تصاحبوا بناتكم. ديننا سواء كان الدين الاسلامي او الدين المسيحي، تقاليدنا الشرقيه وتقاليدنا العربيه على راسي، بس لازم ابقى بطلع اللي جوه قلب بنتي. لا تصاحب واحده تبقى لا قدر الله مش كويسه فتقول لها طب سيبي البيت، طب روحي اعملي مش عارفه ايه، طب هم هيعرفوا منين، طب اعملي مش عارفه ايه. او اتعرف او هي تتعرف على شاب يكون سلوكه مش محترم فيبتدي يزقها لطريق مش محترم وانتوا مش هتبقوا عارفين. بناتكم هم بناتي اقسم بجلاله الله، وبخاف عليهم وبحبهم، ولما بقرا المشاكل دي نفسيتي بتتعب، لاني بحس ان انا تيا او تمار هم اللي بيبعتوا لي المشكله دي. صاحبوا بناتكم، ما تفتحوهاش على الرابع. واللي بيتعمل بالليل ممكن يتعمل الصبح، اللي بيتعمل متاخر ممكن يتعمل الفجر، ممكن يتعمل وقت كليه ولا وقت مدرسه. ودوهم يتعلموا، خلوهم تحت عينيكم.